عايزين تعرفوا ليه أقدم عامل في المصنع قعد 42 سنة؟ بصوا على الفخر اللي هو فيه لما اتكلم عن إيطاليا وقال الناس اللي علمونا إحنا بعنا لهم الزراير. عم صبري، ايوه يا استاذ محمد. ازيك؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله والله. كله كويس؟ الحمد لله تمام. انا عارف ان انت اقدم عامل هنا. الحمد لله. قول لي بقالك كام سنه؟ بقالي 42 سنه. ما شاء الله بقالك 42 سنه. 42 سنه. يعني انت اول مره يعني- اشتغلت عندك كام سنه؟ انا عندي حوالي 23 سنه. ما شاء الله شكلك صغير. يا 23 سنه، يعني بقالك 42 سنه سنة بتشتغل في صناعه الزراعه. صناعه الزراير. طب فاكرها زمان كانت عامله ازاي؟ طبعا كان الاول كنا اول ما ابتدينا من مصنع حاجه صغير، يعني حوالي 6 ماكينات بس اللي ابتدينا أوكي. بيهم. ابتدينا نتطور فيها وندبر ونتعرف في السوق ونتعرف في العالم ونبتدي نصدر، وابتدينا نكبر شويه شويه لغايه لما بقينا شركه الجيل الزراير نيبو اللي معروفه في العالم كله. طبعا ما شاء الحمد الله. لله. طب فاكر اول مره طلعتوا حاجه علشان تطلع بره مصر؟ كان اول صنابين تصدير كانت في ايطاليا. ايطاليا دي معروفه ان هي بلد الزراير في أيوة. العالم. انا متعلم في ايطاليا الزراير. اوكي. يعني الشركه بعتتني بعثه شخص الاول تتعلم. صناعه الزراير في ايطاليا. أوكي. ما كانش حد يعرف يعمل الزراير. ايوه المرحله الصعبه ان الناس اللي علمونا احنا بعنا لهم زراير. ايوه طبعا. فهي دي كانت ايه يعني يعني كنت في تحدي كده اللي انا هثبت لكم ان احنا يعني جامدين. يعتبر جبنا جول في ايطاليا. ايوه برافو. يعني- مبسوط جدا بكلامك ومبسوط باخلاصك للشغلانه. الله يسلمك. ان واحد يقضي 42 سنه من عمره الحمد مع لله. الزراير، الحمد فاكيد لله. هتبقى انت اشطر واحد في مصر الحمد لله. دلوقتي. الحمد لله. ولسه العمال كانوا بيقولوا لي ان انت شايل المصنع على الحمد كتافك. لله. الحمد يا لله. رب دايما كده نجيب اجوان على طول بقى ان شاء الله. الحمد لله. ايوه البركه بتاعتنا صح خلص اهو. شكرا على صبرك يا حبيبي. طيب اول كونتينر لو حضرتك تفتكره واخر كونتينر بس للاسف انا اقول لك ان مفيش كونتينرات في الموضوع. لا يعني ايه مفيش كونتينرات في الموضوع. لا يبقى نمشي بقى نروح. لا 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 يعني ايه لا. مفيش كونتينر؟ لا احنا صناعه مغذيه لصناعه الملابس اللي قلنا عليها فاست فاشن. طب فبالتالي هي اساسا يعني انت لو كونتينر تشحن بمركب. لا هو مفيش وقت للمركب توصل. لا انا جيت أساساً. كمان في خيالي عشان املى كونتينر زراير ده انا مفيش يعني انت يعني احنا الشحن متخيلة كله دي؟ يا نصه جوي. طبعا انت ونصه- ممكن يبقى اصلا الاحجام لا صغيره مش جدا. شرط مش شرط ممكن 500 كيلو 1000 كيلو كوريا. بنوصل ل 2000 كيلو ايه؟ يعني ممكن شحنات توصل لكده. مش الفكره في الحجم. الفكره مش في الحجم قد السرعه. وممكن العميل نفسه ياخد شحنه النهارده وياخد شحنه بعديها بيومين ما شاء الله عشان هو تجيله يشتغل صحيح. وكمان يومين يعرف يشتغل. يعرف يكمل. اول طلعة. تصدير فعلا كان للاردن. اوكي يعني اول ما خلصنا مصر كان التحدي هي الصناعه كلها تحدي. اوكي فكان اول تحدي بعد مصر كان الدول العربيه. حلو. فكان اول بلد كانت الاردن وبعديها سوريا حلو وتونس والمغرب وكده. دخلنا بقى زي ما نقول نبيع الميه في حاره السقايين. كانت اوروبا. حلو وايطاليا بالذات. طبعا. اول ما رحت اوروبا ببيع كل واحد يقول لي من مصر يروح جايب لي زرار من الصين ويقول لي بكام. اقول له انا مش هعمل زرار الصين، انا مش جاي اعمل زرار الصين. انا جاي اعمل زرار بتاع ايطاليا. يقول لي موضه وكولكشن وحاجات. قلت له يعني ايه وبتاع. سنين اتعلمت عملت لغايه ما رحت عامل مكتب في ايطاليا عشان يوزع عشان لوجيستكس. اوكي وده كان فعلا اول تحدي كبير كان اللي هو ميه في حاره السقايين. زي بقول كده زي ما محمد ما قال كان عندك ايطاليا في القمه في التكنولوجي والكواليتي والفاشن والصين في السعر. فانا قلت عايزين هرم كده في النص يعمل ميكس يكمل الميكس ده ويكبر عنهم. وكان دي هي التحدي طول عمره وما زال لغايه النهارده. طب اخر شحنه مش هنقول كونتينر، اخر شحنه خالص دي ممكن تبقى طالعه على فكره اللي انت شفتها النهارده اللي هي كانت لسه فوق اللي هي اكشلي شحنتين رايحين في نفس الوقت. واحده رايحه فيتنام والثانيه رايحه اسبانيا. صحيح برنامجنا اسمه الكونتينر، بس مصنع النيل للزراير ما بيصدرش في الكونتينر علشان طبيعة الصناعة دي سريعة جدا والموضة بتتغير على طول، فلازم المنتجات تتشحن جوي. مش مهم طريقة التصدير، المهم إن المنتج المصري يوصل بسرعة لأي حتة علشان نفضل سابقين المنافسين وموجودين على أهم الماركات العالمية. والمصنع الأجنبي يفكر 1000 مرة قبل ما ينافس منتج عليه أحلى جملة: صنع في مصر.